مين قال إن قفشة أفندي هو اللي سجل هدف الأهلي؟ الجن يا بهوات بتاع سيد عبد الحفيظ هو اللي شاط الكورة. ردة فعل جنونية لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بسبب فوز الأهلي على سياتل الأمريكي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أي شيء صلي على الحبيب، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. حقق الأهلي فوزا تاريخيا على فريق سياتل الأمريكي في دور الربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، وتأهل بهذا الفوز إلى الدور النصف النهائي لملاقاة ريال مدريد الإسباني عملاق أوروبا، بعد مباراة كانت هي الأصعب في تاريخ مواجهاته مع فرق البطولة منذ تأهله لها. أما عن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أثناء مشاهدته للمباراة داخل جدران القلعة البيضاء مع بعض أصدقائه والمقربين إليه، قال مرتضى منصور بعد هدف الأهلي القاتل في مرمى سياتل الأمريكي موجها كلامه لأصدقائه: انتوا فاكرين اللي شاط الكورة دي قفشة أفندي؟ لا لا لا، الكلام ده ما يمشيش معايا. اللي شاط الكورة دي يا بهوات الجن بتاع سيد عبد الحفيظ، وابقى راجل مش بفهم حاجة لو ده ما حصلش. ركز في الإعادة يا بيه انت وهو، وانت تعرف انا بقول ايه. واختتم كلامه وقال: الأهلي هيكسب ريال مدريد بالعفاريت، وبكرة تشوفوا كلامي. الأهلي ممكن يكسب أي حد بالعفاريت. انتوا ما تعرفوش عفاريت سيد عبد الحفيظ بتعمل ايه في الفرق اللي بتقابل الأهلي. سيد عبد الحفيظ مش هيسكت غير لما الأهلي ياخد كاس العالم للأندية. إلى هنا تنتهي حلقتنا، ونلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.